Allez. شطون هاي كتقولوا اسم عمار غرقات. اليوم غادي نهضروا على الفيضانات قويه اللي ضربت المغرب في 14 و 15 دجنبر 2025 وبالتحديد في كازا واسفي وعلى نطاق واسع في بعض المدن ومنها اكادير. غنقدم لكم تفاصيل دقيقه على هذه الكارثه، عدد الضحايا، واش وقع الكارثه، شنو السبب والردود الفعل ديال الناس والحكومه وبزاف ديال الحوايج. خلينا نبداو. غنبغي منكم حاجه وحده وهي التركيز في هذا الفيديو حيت كيهمنا بزاف. الا كان حداك صداع بعد وتفرج في هذا الفيديو حتى الاخر. المهم شنو واقع بالضبط في ليله 14 دجنبر 2025 واللي هو الصباح ديال 15 دجنبر، تساقطات مطريه مفاجئه وقويه بزاف ضربات مدينه اسفي في الساحل الاطلسي، والامطار كانت سريعه بزاف ومجهده وتقريبا في ساعة واحدة فقط، لكن سبات في الفيضانات سريعة بين قوسين فلاش فلودز دخلت المنازل والأزقة وجرات كل شي قدامها. الله 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 الله. ايوا والله لا شوفوا بارك اجيو تشوفوا معايا عدد الضحايا وفين وصلت عدد الموتى في هذا الفيضان. قبل ما نكملوا كاين تفاوت الارقام في الصحافه، لكن هنا ارقام رسميه اللي كتبرز على المعطيات او لا اخر المعطيات. السلطات المحليه قالت عدد الناس اللي ماتوا وصل حتى ل 37 شخص في اسفي بسبب الفيضانات. بعض المصادر اخرى كانت كتذكر ارقام اقل في البدايه 7 و14 و21. الان العدد كيزيد مع زوال الضباب واكتشاف جثث جديده. كاينين حتى الناس اللي مصابين بسبب هاد الفيضانات واللي تضربوا وتلاقوا في المستشفى وخرجوا بعد العلاج. وكما شفتوا هاد الفيضانات معقل على حتى شي واحد، تم الطوموبيلات والمطر جرهم. اجيو نشوفوا تفصيل خسائر البشريه. الناس غرقات وماتت. شوفوا الماء ديال الواد المسؤولين. ها انتم عباد الله محصوره بالضيوف. الطوموبيلات غرقوا كلشي غرق الصراحه. البعض ماتوا غارقين في السيول واللي مثلا جرهم غير الماء وتسبب ليهم في الوفاه ديالهم، والناس اخرين ماتوا بسبب انهيار الجدران والاملاك. المصابون تراوحت اصابتهم بين خفيفه وخطيره، ولكن الاكثريه ديال الناس تمحنوا. شنو السبب هاد الفيضان؟ الامطار كانت شديده بزاف وخطيره، والنظام ديال التصريف في الاحياء القديمه ما قدرش يستحمل هاد الكم ديال الماء الفجأة، واللي اصلا بزاف ديال الناس ما كانوش متوقعين هادشي كامل غادي يطرا. كاين الراي ان التغيرات المناخيه والجفاف الطويل اللي عاشوه في المغرب وقبل خلاوه الارض ما تمصش الماء، وبالتالي السيول كتر والازمه تفاقمت. اجيو نشوف الوضع في اسفي بعد الفيضان. بزاف ديال المنازل والمحلات كانت غارقه، والطرقان ديال المدينه خسرات بسبب الفيضان، وبزاف ديال الحوايج خسروا ماشي غير الطرقان. مفارقات كثيره من السكان كيحكيو على ساعه قليله تبدلت فيها الدنيا، والسلطات فتحوا تحقيق رسمي باش يعرفوا علاش وقع هادشي ويتجنبوه في المستقبل. المجتمع المدني والجمعيات المواطنين مساهمين في عمليات وانقاذ والاغاثه، ولكن اجي نشوفوا اكادير حتى هي اش واقع فيها.
ان الفيضانات كبيره بحال اللي في اسفي. ضربات اكادير دابا دجنبير 2025. كثرة الفيديوهات في انستغرام ويوتيوب وفيسبوك كيصوروا في هذا الفيضان في مناطق اخرى وبعض المناطق مختلفه. فيما دخلتي انستغرام ولا تيك توك ولا يوتيوب كيطلعوا لك يا شي كارثه ولا فيضان بحال الفيضانات اللي فاتت في واد سوس واكادير. ولكن لحد الان ما كاينش شي خبر رسمي ولا كيثبت ان اكادير ضرب شي فيضان كبير ولا لا. دابا الحدث الرئيسي وهو اللي جاري في اسفي. اجو نشوفوا الحاصله اللي حصل عليها الفيضان. الضحايا تقريبا 37 شخص اللي ماتوا، الجرحى عشرات مصابين تم علاجهم، المنازل السيارات والمحلات والطرقات، وهذا الشيء اللي اثر على الحياه اليوميه والتعليم. مصالح الجامعه خدامه وكتنظف وكتصلح في داك الشيء. مهم هذا ما كان في هذا الفيديو. والناس ديال اسفي اللي عاشوا هذا الرعب خليونا الراي ديالكم في التعليقات وشاركوا مع الناس ونشوفوا اش جرى بالضبط.